تمثال لصلب المسيح. فلت ايده من المسمار وحرك ايده اليمين ومدها كمان اتجاه شخص واتكلم والكل سمعه. ايه التفاصيل وايه الحكاية؟ تبدأ الحكاية من كنيسة بأسبانيا، وكاهن طبعه جديد كان معروف بشدته وحزمه مع الخطاة، خاصة اللي جاي يعترف عنده ويلاقيه بيغلط وغلطه ومش بيتوب عنه. وفي مرة صوته عالي على واحد جاي طالب الغفران وبيعترف، رد عليه بكل قسوة وقال له: دي آخر مرة يا خاطي، خلاص انتهت، مفيش غفران ليك عندي تاني، اخرج برا الكنيسة. الصرخة دي هزت جدران الكنيسة القديمة في قرطبة بأسبانيا، خرجت من قلب الكاهن اللي طبعه قاسي وجديد، اللي كلم الراجل ده بكل قسوة وقال له: التوبة مش لعبة. الراجل اللي قدامه كرر غلطه كتير. الخاطي أول ما سمع اترمى تحت رجلين صليب رب المجد، ودموعه كانت مغرقة هدومه. كان مطاطي راسه وحاسس إنه مكسور ومنبوذ، وإنه خلاص باب التوبة اتقفل قدامه وباب السما كمان. في قلب المشهد الصعب ده السكوت عم المكان، واتسمع همس مهيب جاي من فوق، من طالع من خشب الصليب القديم، طقطق، والمنظر خلع القلوب وعمل رهبة وخوف. تمثال رب المجد المصلوب فك ايده اليمين من المسمار ونزلها كمان من على الصليب ومدها لغاية ما لمست كتف الخاطي اللي قاعد مكسور وبيترعش من كتر الحزن والبكا. طبطب عليه ورسم عليه علامة البركة، علامة الصليب. وفي عز ذهول الكاهن وهو مش مصدق اللي شايفه بعينيه ورهبته من المسيح اللي فك ايده اليمين، سمع كمان بودانه جملة واحدة زلزلت كيانه: أنا اللي سفكت دمي علشان الشخص ده، مش أنت. وهنا اتأكد الخاطي إن ربنا قبل توبته وغفر له خطاياه، والكاهن عرف إنه غلطان. ومن يومها ولحد الآن، لحد وقتنا الحالي، وإيد التمثال ممدودة لتحت إيده اليمين، المعروف عن التمثال ده بصليب الغفران. الإيد ممدودة علامة لكل واحد يأسان وافتكر إن خلاص مفيش رجوع. إيد رب المجد ممدودة رافضة ترجع لمكانها على الصليب، وكأنها رسالة حية لكل واحد متعشم في رحمة ربنا، بتأكد إن رحمة ربنا أوسع بكتير من حكم البشر ومن تفكيرنا، وإن ربنا دايما مستني نروح له وياخدنا ويضمنا لحضنه، مستني يمد إيده لينا ونمسك بإيديه. هو قادر يلحق كل واحد فينا وينشله من كل ضيقة ومحنة وخطايا وتجارب. هو قادر على كل شيء. الكنيسة دي موجودة لحد الآن، كنيسة داخل دير القديسة آن والقديس يوسف في قرطبة بأسبانيا، وتمثال صليب رب المجد اسمه صليب الغفران. حقيقي رحمة ربنا ومحبته ملهاش حدود. يا رب علمنا ما نيأس أبدا من رحمتك، مهما وقعنا، مهما سقطنا. خلينا يا رب نفهم إن إيدك دايما ممدودة علشان تنقذنا وتنجينا وترفعنا، علشان إحنا غاليين على قلبك، والدفع فينا أغلى تمن دمك الكريم ومحبتك لينا محبة مطلقة، زي كلام الكتاب المقدس: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة.